السلام عليكم إخواني أخواتي، تحياتي لكم. نتمنى من الله العلي القدير يلقاكم هذا الفيديو بالصحة والعافية والهناء، انتم واهلكم وأحبابكم معزولكم وليداتكم أكيد. هذا الفيديو كيتسجل نهار الجمعة 6 جوان الذي يصادف يوم عيد الأضحى. بعض الدول الشقيقة وبعض الدول الأوروبية بهذه المناسبة كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد بالصحة والسلامة، نتوما وأهلكم وحبابكم تعيدوا تعاودوا باش كتمناو إن شاء الله. وشكرا كاع الناس اللي داروا فيديوهات وداروا صحاب تيك توك انستغرام يوتيوب فيسبوك، داروا فيديوهات انهم كيتضامنوا مع الشعب المغربي حتى هما ما غيذبحوش. شكرا لكم جزيلا. ينعاد عليكم هذا العيد باليمن والبركات وصالح الأعمال. في هذا الفيديو هذا جت هاد اللقطات هادو من مدينة إفران. كنت صورتها، حيت أنا ديما كنصور فيديو هادو قدامين، هاد التصاور هادو، هاد الفيديو هذا قديم. كنصور وكنخليه عندي، كنقول شي مرة غيكون شي موضوع غنهضر عليه ولا شي حاجة ولا هذا. حبذا أن ما يكونش بحال دابا الصورة كيكون فيديو كان أفضل. ألوغ نعاود لكم واحد التجربة وقعت ليا أنا البارح يوم الخميس. حنا من العادة والتقاليد ديالنا في العيد الأضحى أنه ملي كنذبحو السقيطة كنوجدو الدوارة ونوجدو الكبدة بولفاف، ياك؟ هذا كاع في جل الموائد المغربية كيكون عندهم بولفاف والتقلية في الصباح، يعني كيفطروا، كاين اللي كيفطر بولفاف وكاين اللي كيتغدى بالتقلية، ياك؟ حنا ما كنفطروش بولفاف، حنا كنفطرو عادي خفيف. من بعد ما كنجيو من المصلى موراها كنذبحو، كنوجدو السقيطة ديالنا، كنذبحو، كنسلخو، كنغسلو الدوارة، كنشوطو الراس، كنوجدو بولفاف، حتى كنوجدو كلشي، كنردو الدوارة طيب، عاد كنشعلو المجمر، اولا ما كنشعلوش كنستعملو هذاك الجمر اللي شاط لينا من العافية اللي شوطنا بها الراس، بالي. جات الوالدة قالت لك خاصها الدوار، ما خاصها الدوارة، خاصها الدوارة ديال البقري، حيت هي عندها الدهون الثلاثية. قالت لك نديرو الدوارة مع شي حاجة خفيفة هكا في الغدا غدا. واخا، قلت لها واخا. مشينا للسوق. علاش مشينا للسوق؟ حيت واحد الظاهرة ولات هاد الأسبوع هذا وقبل هاد الأسبوع هذا، كدوز حتى للجزار كتلقى الصف ضارب الصف، واحد الصف. كنا نعايروا شي ناس بالطابور، حتى ولينا حنا كنديروا الطابور. ماشي عيب ان الواحد يشري اللحيمه، ولكن العيب هو الواحد يتلهط. واخا انا نرجع لهاد النقطه. ملي مشينا للسوق شحال قال لنا الدواره الكيلو؟ حنا بغينا نجيبو غير كيلو، ما يعني ماشي غنجيب لنا دواره كامله، دواره ديال كيلو ديال الكرشه. قال لنا 60 درهم للكيلو. قلت للوالده دوري هزي شنو خصك اخر، هزي البصله وبطاطا ومطيشه اللي غينفعوا، اما الدواره بعدنا ما نديرو بها. من تما انا مشيت نقضي واحد الغرض، وكنتابع على اصحاب المحلات ديال المجازر الجزاره. واش غنقول لكم اخوتي؟ المقاتله، سيرتو واحد الجزار حدانا المقاتله عليه، نوبتي ما نوبتي، لا هذيك السقيطه ديالي، لا عطيني من لهنا، لا عطيني 10 كيلو، لا بحال اللي الانسان ما عمرو ما شاف اللحم ولا ذاق اللحم. عيب وعار، والله لا عيب وعار نعطيو هاد الصورة على المجتمع ديالنا انه بحال اللحم عمرنا ما كليناه. للإشارة علاش المغرب عنده النقص في الثروة الحيوانية ديال الأكباش. علاش؟ حنا نجحتي كيذبحوا، سقطتي كيذبحوا كيذبحوا العديان. مشيتي تخطب كتذبح، ولد كيذبح، مشى دار الملاك كيذبح، جاك ضيف كتذبح،
مشيتي للغابة ولا شي حاجة كتذبح وتدي، يعني ما كنقولش هادشي لكلشي ولكن المعظم في العراس أنتم شفتوا الحوالة كيتحطوا في الطبلة، كل حولي في 10 د الناس في الطبلة، يعني هادو هما الأسباب اللي خلاو، ويعني ماشي من النوع اللي حنا كناكلوا اللحم من العام للعام، مع احتراماتي كاين الناس لواحد الطبقة اللي ملي كتشوف اللحم من العام للعام الله يفرجيها علينا وعليهم، ولكن اللحم يعني داير على العام كامل، يعني ما عندناش نقص في اللحوم في المجازر أو في المحلات الكبرى اللي كيبيعوا اللحم. ألوغ علاش هاد اللهفة وهاد اللهطة، بغيتي دير الأجواء ما فيها باس، خُذ كيلو 2 3 كيلو ياك، وخلّي لواحد آخر، علاش غتدي نتا دوّارة كاملة، اش غدير بهاد الدوّارة كاملة؟ حنا 4 د الناس والله إلا الكيلو غيقدنا ويفوتنا لهيه، من شفنا هاديك اللهطة واللهفة قُلت لها ما عندنا ما نديرو بكاع، قُلت لها أنا نهار العيد غندير اللوبيا، أولا كتمشي عند الجزار بليتو عند مول الدجاج، الصف عليه بحال اللي الدجاج غي غ غي بحال اللي الدجاج غينقارض، الخضرة طلعت واحد الأسعار جهنمية، بطاطا 10 دراهم، البصلة 10 دراهم، مطيشة 260. ياك لاباس، ياك لاباس أشنو كاين؟ راه غير عيد الأضحى، عيد الأضحى. ماشي راه غيجي الجفاف ولا غينقطع السوق ولا، راه الباطوار نهار تالت عيد غي تاني عيد تالت عيد، يعني نهار رابع عيد غيحلّوا، يعني عندهم يومين مور العيد، الباطوار يومين مور العيد غيفتح، فيما جاء في التقارير الرسمية وفي القرارات راه داز شفناه في الأخبار أن العيد أن الباطوار نهار يعني يومين مور العيد، يعني رابع عيد غيتفتح الباطوار، غتولي الأمور عادية. علاش هاد اللهفة، علاش؟ واش في راسكم أن اللحوم ملي كتدخلوها للفريغو كياكلها التلج كيمشي نصف المنافع ديالها، نصف المنافع ديالها، علاش هاد اللهطة، علاش هاد اللهفة، علاش سيدنا نصره الله تم إلغاء شعيرة العيد هي ذبح أضحية العيد، علاش تم الإلغاء ديالها؟ ها؟ علاش تم الإلغاء ديالها؟ علاش؟ علاش؟ باش الأسعار تنخفض، راه اللحم الغنمي راه وصل ل150 درهم للكيلو، راه الحول اللي كان العيد هذا العام كانوا غتعيدوه ب1,000,000 9,000 درهم 8,000 درهم هي القليلة، لذلك رأف بنا سيدنا الله ينصرو وتم إلغاء عيد الأضحى، وهو أهاب أنه غيذبح نيابة عن الشعب ديالو، الله يخلف عليه ويجازيه بخير ويعطيه صحيحته. حنا باش نمتثلوا الأوامر، ها اللي شاري الأضاحي بسرية، ها اللي كلشي ولى عنده السبوع، كلشي ولى عنده الصداقات، كلشي ولى عنده الحجاج، كلشي، ولكن تحياتي للسلطات المغربية. هذا من جهة. الذي حز في نفسي هما بعض المؤثرين والمؤثرات أصحاب اليوميات، نقولها أنا اليوميات الفاشلة، كيبينوا أنهم مشاو خداو دوارة كيوجدوا حاطين ما تيسر من اللحم والبيصرة، كيبينوا القدرات ديالهم على الشعب المغربي، وهذا الشيء كيوثقوه بفيديوهات وكيحطوه لنا في اليوتيوب، في الانستغرام، تيك توك، فيسبوك. عيب وعار، هم كمؤثرين كان لازم عليهم أنه حتى إلا بغيتي دير داك الشيء ما تصورش وتحطو، يعني كتبين أنك كتخالف الأوامر، وأنك كتمشي دير واحد الحاجة اللي واحد آخر يقول لك وعلاش فلانة وعلاش فلانة راه داروا فيديوهات راه ما هضروش معاهم وما ألوغ هادشي كيألم وكيأثر بزاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومرة أخرى كنقول لكم عواشركم مباركين مساعد يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة، والناس اللي معيدة اليوم عيد مبارك سعيد بالصحة والسلامة نتوما وأهلكم وأحبابكم وأعزائكم ووليداتكم أكيد، والشعب المغربي غدا إن شاء الله عيد مبارك سعيد باش كتمناو إن شاء الله، والله يهدينا والله يهدي ما خلق حتى نعرفوا اللي علينا
وما علينا. النهار اللي نعرفوا أن الحاجة لا غلات نخليوها تما تخناز غترخاص، نهار نفهموها مزيان غنكونوا حنا مزيان، وغتكون القدرة الشرائية ديالنا حتى هي مزيان. أعانكم الله، أحبكم كثيرا، أحبكم في الله الذي أحببتموني فيه. شكرا لأي واحد كيدعم القناة ديالي، شكرا لأي واحد كيصيفط لي سوبر شات، شكرا لأي واحد كيصيفط لي تانكس في الفيديوهات. الله يخلف عليكم ويجازيكم، الله يجعلكم ميزان حسناتكم.